الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudrikum fil masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo, Palembang. Hari ini Rabu malam Kamis 17 Juni 2026 Masehi atau bersamaan 3 Muharram 1448 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Rahman Hanif Esos dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Abul Khair SSI Yalafis. Dilanjutkan cawisan ba'da salat maghrib nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Saripudin Yakub MHI dengan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa sampai selesai bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo, Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا
فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. يا لطيف ويا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعبد لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا السكينة في قلوبنا والسعادة في بيوتنا والصحة في أبداننا والبركة في أرزاقنا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة، وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan ridho Allah kita dapat sholat berjamaah maghrib di masjid yang mulia ini, dan kita lanjutkan kaji kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadhihi niyah wala kulli niyatin salihah wala hadratin Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1448. Tanggal berapa hari ini? 3 ya. 3 Muharram. Jadi bulan-bulan kita ini ada bulan haram ya. Inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jumlah hitungan bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya bulan-bulan haram. Nah, bulan haram ini dirinci oleh Rasulullah SAW. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, di bulan haram ini, bulan yang sangat mulia ini, puasa 1 hari saja kata Rasul di bulan-bulan haram ini sama dengan 30 hari puasa di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan 1 hari puasa sama dengan 30 hari puasa di bulan-bulan haram. 30 kali 30. Nah, jadi kesempatan di awal tahun ini untuk kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hasr itu Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang sudah kalian siapkan untuk menyongsong hari esok. Hari esok itu bisa besok, bisa hari kiamat, bisa mati hari esok kita itu. Nah, apa yang sudah kita siapkan? Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah. Nah, jadi Allah menghendaki kita ini memposisikan diri kepada martabat yang mulia. Martabat yang mulia itu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang mulia di antara kalian itu yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa tuh? Takwa itu imtisalu awamirillah azza wa jal wajtinabun nawahihi sirra wa alaniyah. Mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Apa yang diperintahkan Allah itu? Yang terkandung dalam rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu takwa. Nah, Allah menuntut takwa yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim yang menyerah patuh kepada Allah. Jadi jangan mati dulu sebelum menyempurnakan ketakwaan kita, yaitu melaksanakan seluruh rangkaian rukun Islam. Tuh. Dan rukun Islam ini diawali dengan syahadat. Syahadat itu bagian dari iman. Jadi apa iman itu? Ketika Rasul SAW ditanya, mal iman ya Rasul. Apa iman itu ya Rasul? Qala, dijawab oleh beliau, tasdiqum bil qalbi. Dibenarkan dengan hati. Nah, mainnya hati ini. Apa yang dibenarkan dengan hati itu? Seluruh yang termasuk dalam rukun iman. Anta budallah. Ya. Iman itu apa? Rukun iman itu percaya kepada Allah. Antuk minna billah. Engkau beriman adanya Allah. Wa malaikatihi, malaikatnya. Wa kutubihi, kitabnya. Wa rusulihi, rasulnya. Wal yaumil akhir, hari kemudian. Wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan qadar yang baik, takdir yang baik maupun buruk dari Allah. Itu yang dibenarkan. Sesudah membenarkan dengan hati, wa iqrarum bil lisan. Diikrarkan dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau yang mengikrarkan ini orang kafir, sejak dia berikrar itu, seluruh dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah SWT dan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Tapi setelah ikrar itu, wajib diiringi dengan wa amalum bil arkan. Diamalkan dengan anggota badan. Jadi iman itu tasdiqum bil qalbi. Dibenarkan dengan hati. Apa yang dibenarkan dengan hati itu? Segala yang tercakup dalam rukun iman. Wa iqrarum bil lisan. Diucapkan dengan lidah. Sesudah diucapkan dengan lidah, muslimlah dia. Apa kewajiban muslim? Wa amalum bil arkan. Mengamalkan dengan anggota badan. Jadi tugas pokok kita ini beramal. Makanya dalam surah Al-Mulk itu, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan ada kematian, ada kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Tugas pokok kita beramal.
Apa amal itu? Amal itu harakatul jasad wal qulub, gerakan anggota tubuh dan hati. Makanya kita dilengkapi Allah dengan 7 anggota tubuh. Lidah, mata, telinga, parat, perut, tangan, kaki. Untuk beramal. Bergerak itu beramal. Harakatul jasad wal qulub, gerakan anggota tubuh dan hati itu amal. Tapi kapan dia bernilai ibadah? Apabila gerakan anggota tubuh dan hati kita itu berpedoman kepada syariat Islam. Oh, kalau begitu amal itu dilandasi dengan ilmu dulu, belajar ilmu syariat. Karena kama qala wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Nah, kalau begitu ilmu-ilmu apa? Islam kita ini terdiri dari 3 aspek ya. Islam, iman, ihsan. Oh, artinya pertama untuk Islam itu ilmu syariat. Itulah belajar ilmu fikih itu. Untuk mengamalkan amalan syariat. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu amalan syariat. Dengan ilmu fikih. Kemudian iman itu makrifat. Awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama itu mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Dengan ilmu tauhid. Dalam konteks paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu paham manhajnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Apa konsepnya? Sifat 20. Wujud, qidam, baqa. Mukhalafah ta'ala lil hawadis. Qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, dan seterusnya. Ini mengenal Allah. Jadi setelah mengenal Allah, melaksanakan apa perintah Allah dalam syariat tadi itu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu perintah Allah. Nah, dalam melaksanakan perintah Allah ini harus bagus. Ya, diiringi dengan batin, kolbi. Itulah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini, akhlak tasawuf ini membahas tentang mana akhlakul karimah yang mulia dan mana akhlakul mazmumah yang tercela. Serta bagaimana cara mengisi hati kita ini dengan sifat-sifat terpuji dan membersihkan hati kita ini dengan sifat-sifat yang tidak terpuji. Tuh, untuk kesempurnaan. Nah, makanya kita bertekad di tahun baru Hijriah ini untuk meningkatkan ilmu dan amal. Amal tadi tidak diterima Allah kalau tidak dengan ilmu. Maka ilmu yang fardu ain 3 itu. Ilmu tauhid, ilmu syariat, fikih, dan ilmu akhlak tasawuf. Makanya amalan ini menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam itu kan ada amalan syariat, ada amalan torekat, ada amalan hakikat dan makrifat. Ya, masing-masing ada langkah-langkah strategis ya. Amalan syariat itu diawali dengan taubat dulu. Baru takwa, melaksanakan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji itu. Lalu istiqomah terus-menerus. Kenapa harus taubat dulu? Harus bersih dulu. Baru takwa. Bersih dari maksiat zahir dan maksiat batin. Maksiat zahir itu apa contohnya? Penghasilan yang haram. Dari penghasilan yang haram, kita belikan makanan, pakaian, jadi haram juga. Kalau kita makan yang haram, amalan syariat kita tadi itu tidak diterima Allah.
Wa kullu man bighairi bukan itu ya. Man akala luqmatal haram la yaqbalullah ibadati arba'ina lailan. Siapa yang makan sesuap saja makanan haram, Allah tidak menerima ibadahnya 40 malam. Sia-sia sholat kita. Sia-sia puasa kita. Kalau tidak dibersihkan dulu. Nah, kan dalam sholat duha kita apa doanya? Wa in kana haraman fatohirhu. Nah, kalau haram rezekiku itu, maka sucikan ya Allah. Bagaimana mensucikannya? Mensucikannya dengan zakat. Ya. Kalau sudah sampai nisab 20 dinar emas setara dengan 91, 23, 25 gram, setara dengan 14 suku. Kalau dirupiahkan itu satu suku 17 juta, maka 238 juta itu nisabnya. Setiap 100 juta wajib dikeluarkan 2,5 juta. Kalau 200 juta 5 juta. Nah 5 juta itu hak orang lain tuh. Dalam surah Al-Ma'arij itu fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang yang punya itu ada hak as-sa'il, orang yang minta-minta, al-mahrum, orang yang tidak minta-minta tapi serba kekurangan dalam kesehariannya. Hak mereka. Kalau tidak dikeluarkan zakat itu menzalimi mereka. Kalau dimakan jadi haram. Kalau haram itu tadi sesuap saja ibadah kita 40 malam tidak diterima Allah. Kalau 5 juta berapa suap? Tidak terhitung lagi. Nah ini makanya kita berupaya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Jadi amalan syariat ini taubat dulu, bersih. Dari maksiat zahir dan maksiat batin. Maksiat batin itu apa tuh? Ria, sombong, bakhil, ujub, kikir. Gitu. Bahil, kikir. Nah cara membersihkannya inilah dengan amalan torekat. Untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang jelek itu. Makanya amalan syariat tadi, taubat dulu, takwa, istiqomah. Bagaimana supaya istiqomah kita dalam beribadah ini? Memahami hikmah dari apa yang diperintahkan Allah dan memahami apa itu siksa Allah, iqab Allah kalau tidak dilaksanakan. Ya. Pak Guru mendorong kita istiqomah dalam beribadah. Jadi amalan syariat ini disempurnakan dengan amalan torekat. Amalan torekat itu, apa torekat itu? Torekat itu jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bagian dari ilmu tasawuf tadi itu. Nah torekat ini pertama itu ikhlas, kedua jujur, ketiga tumak nina. Ikhlas ini kalau banyak zikir orangnya jadi ikhlas. Ya. Makanya ikhlas ini kan ada 3 tingkatan. Ada ikhlas awam, ada ikhlas khawas, ada ikhlas khawasul khawas. Ikhlas awam ini kenapa dia beribadah? Ingin memperoleh pahala yang banyak. Kepengen masuk surga, takut di neraka. Itu ikhlas juga. Karena takutnya kepada Allah. Ikhlas
Sahabat bertanya, bagaimana kalau kita akhirkan waktu hidupnya ya Rasul? Akan lebih tuntas lagi dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi yang akan mati karena Allah akan mati nanti. Banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Dan itu juga jadi itu iman aku, perbarui iman kalian. Bagaimana cara memperbarui iman itu? Tafsiru qala la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi untuk hidup jiwa kita ini, ruh kita ini, hati nurani kita ini perbanyak zikir. Kalau tidak bisa zikir, artinya mati. Jasad kita ini tinggal jasad saja, tidak pengen saya. Nah, makanya amal ini ikhlas, jujur, tumanina. Kenapa tumanina? Karena menunya zikir. Zikir yang diberikan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib itu Nabi wal isbat, Nabi la ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah itu isbat, kecuali Allah. Wahai Ali, dalam kau zikir, dalam korban, dalam kesenian, selama Allah disebut di muka bumi ini, tidak akan terjadi kiamat kata Rasulullah. Bagaimana cara berzikir ya Rasul? Ikuti aku, jahat. La ilaha illallah. Diulangi Ali sampai kedengaran oleh Rasul itu zikir jahat. Zikirnya ada zikir lisan, ada zikir qalbi dan lisan, ada zikir sin, ada zikir ruh. Ya. Jadi tumanina. Ya, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu tenang hatinya dengan zikir Allah. Ketahuilah hanya dengan zikir Allah sajalah hati menjadi tenang. Jadi tidak bid'ah zikir itu perintah Allah dan Rasulnya, ada dalil-dalilnya. Kemudian zikir disebutkan Allah itu diberikan Rasul pada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sih zikir Allah itu sifat. Caranya ujung lidah kita ditonjolkan ke langit-langit sampai menyebut Allah, tapi tidak kedengaran. Sir kita saja bergerak. Nah, ini untuk membersihkan sifat-sifat yang tidak baik pada diri kita. Jadi amalan tentang mereka itu masalah itu untuk kebesaran hati, ikhlas, jujur, iman. Kemudian amalan hakikat ini langkah-langkahnya merubah, syahadat, manifat. Merubah itu merasa dikawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya dalam sholat kita itu sudah mengandung 3 unsur ini. Syariatnya ada dalam sholat kita, syariatnya karena hati kita dalam merasa pandangan untuk tempat sujud jangan menoleh, karena Allah sedang memperhatikan. Allah memperhatikan selama tidak menoleh. Jadi kita merasa berhadapan dengan Allah. Ya. Nah, amalan hakikat tadi itu merupakan merasa diawasi Allah. Jadi sholat yang bagus yang diterima Allah itu 3 unsur itu. Amalan syariatnya ada, amalan syariatnya
itu menyaksikan yang tidak disaksikan oleh awam. Jadi terbuka mata hatinya itu untuk menyaksikannya kami. Nah, ini kan musyahadah. Nah, itu kan orang awam tidak melihat, tapi orang yang musyahadah ini mata hatinya melihat. Mana contohnya? Boleh saya boleh makanan ulama besar, gurunya masih Masyari penerima atau ulama. Waktu usia 10 tahun sudah musyahadah. Beliau sholat berjamaah sama imam ulama yang ketika itu berumur 10 tahun. Sejak takbiratul ihram ketahuan terus boleh makanan anak 10 tahun. Kalau salah kata ulama yang jadi imam, kenapa kau ketahuan terus? Maaf Kiai, aku melihat di belakang Kiai itu ada bakul berisi ayam. Astagfirullah, kata Kiai. Benar dia, sejak takbiratul ihram aku teringat kaki ada kondangan. Balik kondangan itu dibekali bakul berisi ayam. Itu musyahadah. Ya. Akhirnya marifat itu apa? Marifat itu sampai kepada persepsi bahwa apa yang kita lakukan ini atas kehendak Allah, iradat Allah. Makanya sifat 20 tadi, kudrat Allah itu kuasa, iradat Allah itu kehendak. Kita sholat, yang menyolatkan kita itu kudrat Allah. Kita berdiri, kudrat Allah, kekuasaan Allah, bukan kekuasaan kita. Gitu ya. Kemudian kita apa namanya? Rukun sujud itu dirukunkan disujudkan oleh Allah SWT. Semuanya itu kehendak Allah. Apa dalilnya? Jika Allah yang berada di sana, apabila Allah menghendaki apanya itu menjadi orang yang baik, niscaya dilakukan Allah. Maka bertanya, kaifa yastaqilu ya Rasulullah? Bagaimana Allah melakukannya ya Rasul? Wala ya beliau yuwaffiquhu li amalin shalih qabla al-maut. Allah beri orang taufik sehingga mudah saja baginya melakukan amal soleh sebelum dia wafat. Jadi inilah makrifat itu yang kesimpulannya apapun yang kita lakukan itu atas kehendak Allah. Makanya Rasul menuntut para sahabat akhir mayakul lalu dirobi bahwa hidup bahasa doa. Sedekat-dekat nama Allah dengan Tuhannya itu waktu sujud, perbanyaklah berdoa waktu sujud itu. Setiap sujud itu tidak di sujud terakhir saja. Apa doa yang diajarkan Rasul? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, minta tolong Allah agar aku ini senantiasa zikir kepada Engkau. Jadi orang yang banyak zikir itu ditolong Allah. Ya, kalau tidak ditolong Allah, lupa zikir. Kalau lupa zikir, maksiat dia, fasik. Kita zikir itu. Apalagi la ilaha illallah itu bentengu kata Allah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk ke dalam bentengu. Kalau sudah masuk dalam bentengu, dia selamat dari yang kita lakukan. Jadi tiada hari tanpa zikir kepada Allah SWT. Makanya makrifat itu tadi kita tolonglah ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa zikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau. Syukur itu ya tasarrufu min nikmatillah ila sabil baik, menggunakan nikmat karunia Allah yang wujud tadi waktu kita
kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Kualitas itu jadi amalan yang tidak lengkap kalau hanya amalan syariat. Lengkap dengan amalan dan amalan saja yang telah disampaikan dalam mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini
الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض صووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحمدنا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوله حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة
الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.